ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهاردة. طبعا لأول مرة تشوف القناة متنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمة اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا كده نبتدي الفيديو. النهاردة الفيديو متنوع. هشارك معاكم كذا حاجة على مدار اليوم. هنغسل كده مواعين وهنشوف جبنا ايه من السوق، شوية طلبات كده من السوق وكذا حاجة يعني هشاركها معاكم. وهشارك كمان معاكم الغدا والعشاء وكل حاجة. تعالوا نشوف هنبتدي ايه. اول حاجة انا بشطف كده المواعين بتاعتي، ما بحبش اغسلها الاول غير لما اشطفها كويس جدا وابتدي اغسلها كده على نظافة. طبعا بغسل الحوض كمان بتاعي وبظبطه كده الاول برضو علشان احط فيه الحاجة كده على نظافة. طبعا بنبتدي بالكوبايات، بعد كده الاطباق والمعالق والطاسات والحلل يعني وكده. بس اهم حاجه بنغسل كده ايه الكوبايات بتكون الاول. بعد كده ايه بدأت كده ايه ان انا اغسل كده الحله. وبصراحه ما كانش عندي سلك اللي هو السلك البلدي ده. فغسلتها بالسفنجة وقلت خلاص ابقى لما انزل اجيب وابقى اعيد عليها مرة تاني يعني كده علشان تلمع معايا. انا بحب احط لها حتة كده من اللهلوبة، بتخليها تحفة وبتخليها بترجع زي الجديدة بالظبط. برضو الطاسات من تحت برضو كانت عايزة تتغسل كويس علشان برضو ما عنديش زي ما قلت لكم سلك بلدي او سلك ألمونيوم. ف آه، محتاجة ان هي يتعاد عليها كمان يعني مرة وكده. بس من جوه نظيفة طبعا ومتأكدة من نظافتها كويس جدا. بعد كده بدأت ان انا ايه اشطف كده المواعين بتاعتي. وعندي كده جنبي كده في مصفاية بحب ان انا ايه اغسل فيها المواعين. وزي ما قلت لكم كده ان انا متأكدة من نظافتها من جوه قوي، ودي من بره هبقى ادور عليها يعني وكده. شطبت كده الحوض كده معاكم، وزي ما انتوا شايفين كده المواعين خلصت في ثانية بجد. آه حاولي انك انت تستغلي غسيل المواعين ده في انك تعملي اي حاجة. تقدري تصلي انت واقفة وبتغسلي في المواعين، تدعي كتير لو نفسك في اي حاجة. هتلاقي فقرة المواعين دي بقت محببة الى قلبك وبتحبيها كمان. هنا كنت بوريكم حبة كده مشتريات كده جبناهم من السوق. تعالوا نشوف كده جبنا ايه مع بعض. اول حاجة جبت ليمون، دول 2 كيلو كده من الليمون. انا جايباهم علشان نخللهم يعني وكده. جبت طماطم، وبصراحة أسعار الطماطم كانت صعبة خالص. يعني الكيلو عامل 25 جنيه، دول 2 كيلو عاملين 50 جنيه. جبت تفاح بس ما جبتش غير كيلو واحد بس، لأن التفاح ده حسيته مش أفضل حاجة. فكان ما كانش كويس قوي، والكيلو عامل 20 جنيه أو 25. جبت فلفل أخضر والكيلو برضو عامل 20 جنيه. يعني أغلب أسعار الخضار 20 15 دي مش موجودة خلاص. البطاطس برضو عاملة 25 جنيه. انا قلت للراجل عايزينها بطاطس تحمير. البتنجان، جبت بتنجان عروس وجبت بتنجان عادي للقلي، علشان ناوية ان انا ايه اعمله كده مقلي كده بيكون حلو وجميل واحنا بنحبه خالص. جبت خيار، وكيلو الخيار عامل 25 جنيه. جبت كمان مانجا، والمانجا عاملة بصوا 3 كيلو ب100. انا جبت 6 كيلو. دول 6 كيلو، دول 3 ودول 3 اللي جبتهم. لا دول 3 ودول 2. دول 5 كيلو. انا جبتهم علشان اشيل منهم ايه افرز كده. ودي مانجا عويس حلوة قوي قوي طبعا، من احلى انواع المانجا. والخيار برضو كان عامل زي ما قلت لكم 25 جنيه. دي كانت حبة الخضار اللي انا جبتهم، شلتهم طبعا في التلاجة وظبطت التلاجة. بس ما شاركتش معاكم يعني وكده، قلت مش لازم هشارك معاكم كده الاكل بتاعي على طول. هنا عندي فراخ بيضة يعني وكده. قطعتها. طبعا دي مش فرخة كاملة، دي حوالي تقريبا يعني انا مش فاكرة، هم حوالي 8 او 9 قطع. انا كنت مقطعاهم صغير، ومقطعها الورك على 3 والصدر برضو على 3 من غير الجناح وحده يعني بحتة لوحده. بس هبتدي اخبهر كده الكنتاكي بتاعي. احنا هنعمل كده كنتاكي في البيت، حاجة كده بسيطة وسهلة وسريعة. تقدري تستبدلي المية دي بلبن لو انت حابة يعني كده. اللبن بيديلها طراوة، بس انا بصراحة بحس اللبن هيكون مكلف اوفر يعني. فالمية بتأدي الغرض وكل حاجة. يعني مية حط لها خل هتديكي نفس تيست اللبن. بس حطيت ايه البهارات بتاعتي. بصي هتحطي الكزبرة، فلفل اسود، كمون،
سنة شطة، حبهان، ورق لورا لو عندك، قرفة، سنة جنزبيل، توابل فراخ، توابل الحواوشي اللي هي في الأكياس. ولو عندك خلطة للكنتاكي أو كده حطيهم. بس دي كانت ايه طبعا. والملح بتظبطيه ومكعب من المرقة. ولو عايزة تضيفي ملعقة يعني سنة كده صغيرة من العسل، بتدي تسكيرة كده وبتخليه يعني بتخليه جوسي كده وحلو جدا جدا بجد. فبرضو دي اختيار، يعني انت لو مش حباها ما تحطيهاش. بنقلب كل المكونات دي، بنضيف عصرة ليمونة علشان تشيل يعني اي زفارة او اي حاجة بتكون في الفراخ. طبعا انا الفراخ في الاول انا منضفاها كويس، وعندها كده تفتحات عند العظم علشان يكون لما نقليها في الزيت اول حاجة تستوي بسرعة، وفي نفس الوقت ما تنزلش دم يعني كده، او انها تحبس دم جوه الفراخ يعني كده. سبتها كده ايه حوالي ساعتين او 3 ساعات، ويبقى كده ايه جبت كيس دقيق، حطيت عليه ملعقه كده من الكركم وشويه ملح وحبه كده بهارات، خلطتهم كده في الكيس. بعد كده بتلفه كده من الميه واحط في الكيس واحط في الزيت، وهكذا. يعني دي بتكون ايه آه الخلطه يعني اللي احنا الكفر ايوه اللي احنا بنعمله ايه للفراخ يعني كده. طبعا الزيت بيكون سخن ولازم زيت غزير علشان الفراخ تستوي كويس. حطيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهوريكم شكلهم في النهاية. هعمل بس الرز كمان. انا هعمل رز عادي، بس الاول قلت احط كده الفراخ بعد ما تبلتها كده كلها وجهزتها، عملت لها الكفر كده كلها وحطيتها. طبعا بنخلي النار عالية في الاول، بعد كده بنهدي النار خالص علشان الفراخ تستوي ما تحمرش من بره ومن جوه تكون مش مستوية. عملت رز بشعرية عادي، عملت كمان طحينة وطلعت عيش مصري. ودي شكل الفراخ كانت خطيرة بجد. وده كان الاكل بتاعنا. برضو كنت جبت من بره، كان جوزي جاي من بره وجاب لنا معاه طواجن كده مكرونه حلوه جدا، برضو حطيناها كده جنب الفراخ يعني. وانا كنت عملت رز عادي برضو يعني التاكل ده التاكل يعني. وبس، وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وتسيبولي كده كومنتات حلوه منكم علشان بجد بتفرق معايا جدا. واشوفكم كده في فيديو جديد، مع السلامه.